اللي بيحصل حوالينا ده صدفة؟ اللي بيحصل حوالين مصر ده صدفة؟ أكيد مش صدفة. مصر بيحاولوا اختراقها من جميع الجوانب. المخطط كان ناويين يعملوه في 2011، أو المخطط ابتدى يوضح أكتر في 2011. الحمد لله مخططهم فشل، بس هما ما يقسوش إن هما يكملوا المخطط بتاعهم. وعلى فكرة الموضوع مش موضوع جيش، ولا ان احنا عندنا اقوى جيش، ولا ان احنا عندنا كذا. لا، هو طبعا الحمد لله عندنا جيش، ده من المعطيات اللي ربنا حبيها لينا. لكن العراق كان عندها جيش قوي على فكرة، كان عندها اقوى الجيوش العربية. سوريا كان عندها جيش قوي. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان حفظ مصر من ربنا عز وجل، ان ربنا اما ذكر مصر في القرآن ذكرها بالامن. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ربنا تعهد بحفظ مصر. اللي بيقولوا لي بتتكلمي في التاريخ ليه، او احنا مالنا بالماضي او كده، اللي مش هيعرف ماضيه اللي اتزيف، اللي مش هيعرف ماضيه اللي اتزيف ويحاول ان هو يشوف الحقيقة. يعني احنا لو ما بصيناش لتاريخنا وحاولنا ان احنا نوصل للحقيقة اللي هم حاولوا يزيفوها ويصدروها لينا، خلاص احنا مش هنعرف الخطة بتاعتهم اللي ماشية ايه، اللي هم بقى بانيين عليها خطتهم للمستقبل. انتم يعني مش مدركين ان مصر دي هي التارجت بتاعهم. التارجت بتاعهم عشان يعملوا النظام الجديد بتاعهم هو مصر. يعني بدون اي دخول في تفريعات كتيرة، التارجت النهائي بتاعهم هم عايزين مصر، وعايزين الهرم بالتحديد. ان هم عارفين اسراره، وعارفين حقيقته، وعارفين خباياه، وعارفين الحضاره المصريه القديمه كانت قايمه على ايه. اللي هم حاولوا يوصلوها لنا انها حضاره وثنيه، حضاره ما فيهاش علم، حضاره شعوذه وسحر وما اعرفش ايه. هم حاولوا يوصلونا الصور دي عن حضارتنا، في حين انها ابعد ما يكون عن كل ده. هم عارفين حقيقه حضارتنا ووصلوا لنا صوره مزيفه عنها. دورنا دلوقتي ان احنا نحاول نوصل للحقيقه، او نعرف على الاقل حقيقه تاريخنا ايه. عشان لو عرفنا تاريخنا كويس هنعرف هما بيخططوا ازاي وهم عايزين ايه بالظبط مننا. هو الحفلات اللي كل شويه يطلعوا لنا بيها كده وعايزين يعملوها عند الاهرامات دي، زي الحفله اللي كانت هتتعمل في 11 2011 واتلغت الحمد لله، والحكومه ساعتها وقفتها. الحفله اللي كانت بتاعت ترافيس سكوت اللي انا الحمد لله اتكلمت عنها ساعتها، وناس كتيره ابتدت توعى. ترافيس سكوت ده اللي هو تبعهم اصلا، تبع التنظيم ده، وحاولوا يعملوا الحفله عند الاهرامات. هم عشان هم فاهمين هم بيعملوا ايه كويس. هم فاهمين هم ليهم تارجت معين عايزين يوصلوا له من خلال الاهرامات. هو لو الاهرامات دي مقابر مثلا، لو الاهرامات دي مقابر، مجرد مقابر ابنيه صماء كده جرداء، هيحاولوا يوصلوا لها ليه؟ فشغلوا مخكم وفكروا. طول الاهرامات نفسها، الهرم الكبير، الهرم الاكبر، اللي هو على فكره بالمناسبه مش هرم خوفو، يعني ده من ضمن التزييف برضه، ما اسموش هرم خوفو، اسمه الهرم الاكبر، لان هو اصلا ما يتعرفش مين اللي بناه. طول الهرم الاكبر او ارتفاع الهرم الاكبر 149 متر و4 من عشرة. لما العلماء قاسوا المسافة ما بين الأرض والشمس لقوها 149.4 من عشرة مليون كيلو متر. هل ده صدفة؟ هل ده صدفة إن هم يعملوا حاجة بالمقاييس دي، بالدقة دي؟ ده حاجة بسيطة جدا من معجزات الهرم، من معجزات بناء الهرم. بنحاول نفتح ونربط الأمور كلها ببعضها علشان الناس تفهم. أنا كل غرضي إن الناس تفهم، أو يبقى فيه وعي أو صحوة، علشان كفاية جدا التزييف اللي حصل علينا يعني.